بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة هو تحديدا عن ازاي تختار مصيفك، لكن هو الفيديو اساسا عن كنز في ايد كل واحد فينا. كنز اسمه جي بي اس، او الناس بتسميه جي بي اس، لكن هو تطبيق موجود على اي موبايل اندرويد او ايفون او اي او اس. هتلاقيه اسمه جوجل مابس. جوجل مابس بصراحة اختراع، ولو عرفنا نستخدمه صح هتلاقوه والله كنز، يعني كنز فيه امكانيات رهيبة. انا طبعا فاتحه بعرض الشاشة، لكن هو لو بالطول هيكون بالشكل ده. ايا كان، انا فاتح التطبيق دلوقتي. لو انت طالع مثلا مصيف، لقيت اعلان على الفيسبوك بيقول لك مثلا شاليه في قرية ستيلا مارينا بقد كده، او من غير فلوس، حتى هو مش كاتبين الفلوس او الريت بتاعه قد ايه. يقول لك شاليه قد كده. انت بسهولة جدا هتفتح التطبيق جوجل مابس او الجي بي اس زي ما بنسميه، ونكتب آه، ستيلا مارينا. اولا هو هيجيب لنا مكان، المكان اللي احنا رايحينه هيوريك بالظبط آه، هو المكان عامل ازاي. دي ستيلا مارينا يا جماعة. طبعا ستيلا مارينا انا عارف مكانها، هي مش على البحر مباشرة وفي العلمين، ومكان قدام مدينة العلمين الجديدة مباشرة، وبيكون شايف الأبراج، ومكان كويس يعني معقول. أنا طبعا ده اختيار اللي أنا اخترته، يعني ده المثال اللي جه قدامي دلوقتي حالا وأنا بسجل فيديو، لكن هوريكم أمثلة تانية كتير. طيب، فتحنا خلاص كده المكان، وجاب لنا آه، الستيل اهوت مكانها عامل ازاي. طيب، اول حاجه نشوفها هي مجموعه عمارات، وبينها حمامات سباحه بالشكل اللي انتوا شايفين. ونرجع يعني نشوف برضو المكان عامل ازاي. هنا هنلاقي على اليمين هنا دي مارينا العلمين، وهنا العلمين الجديدة. فانا ابدأ اشوف حوالين المكان اللي انا هروحه ده عامل ازاي، عشان انا برضو لازم هخرج. في جنبها مستشفى العلمين، في هي في الجنب التاني مش على البحر. ونبدأ نشوف، هتلاقي مثلا في محل أسماك هنا في المكان، في تقريبا معرض مفروشات اهوت، في مطعم حسني، في مش عارف ايه. طيب طيب انا هستفيد ايه بقى؟ انا عرفت ان الحاجات دي موجودة وتمام، مفيش مشكلة يعني. طيب استفيد ازاي واعرف ازاي آه اجيب تفاصيل المكان؟ انا كل اللي انا هعمله، انا شايف كلمة ستيلا مارينا اهوت، مكتوب ستيلا مارينا ريزورت. اضغط على العلامة اللي فوق دي، هيفتح لي هنا على الشمال كده ستيلا مارينا. اتجاهاتها تاخد بالعربية 2 ساعة و45 دقيقة. ده من المكان اللي انا فيه. كاتب لي شوية حاجات، هنبص على التقييم هنلاقي ان هو واخدة تقييم 3.9 وبين قوسين 16. دول 16 تعليق على المكان. ممكن افتح الصور اشوف المكان عامل ازاي. انا شايفه طبعا في القمر الصناعي. ده المكان اهوت. في ناس برضو مصوره، هو طبعا مش ده المكان، ده حد مصور في منطقه العلمين الجديده ومنزل الصوره على ستيل. دي ستيل يا جماعه، شايفين الصور كده وضحت لك المكان اللي انت رايحه عامل ازاي. طبعا في ناس بتصور نفسها صور شخصيه هناك وبتنزلها، مفيش مشكله، خلاص بقى منشور في مكان عام. ننزل تحت كده نظره عامه. نظرة عامة على المكان، هتلاقيه بيقول لك ايه، ان هي 41 في العلمين، منطقة العلمين. وبيقول لك اقتراح تعديل لو انت عايز تقول المكان ده فيه كذا. نيجي على المراجعات، وهو قصتنا كلها في قصة المراجعات. نفتح المراجعات. فتحنا المراجعات هنلاقي واخد 3.9. ننزل تحت. اول مراجعة دي ناخد بالنا ان هي بقالها سنتين، نجمة واحدة. بيقول من اسوأ المنتجعات، حشرات كتير، عدم اهتمام، حمامات السباحة والنظافة ومش عارف ايه. طيب قبل سنة، لا قبل سنة، واحد كان بيقول مكان سيء جدا، المية بتقطع وتاخد وقت لحد ما توصل، والكهرباء نفس الكلام. واحد تاني مدي تقييم 5، ده بقاله 11 شهر، بيتكلم ان المكان هادي ومناسب للعائلات. حد تاني برضو مدي تقييم 5 وبيقول تحفة. مكان تاني برضو بقاله 7 شهور، ناخد بالنا من التوقيتات برضو مهمة.
بيقول مكان جيد جدا للإقامة، منتجع لطيف. طيب ممكن نعمل واحنا بنعمل مراجعات ده ممكن نفلتر المراجعات، نعمل بالأحدث. الأحدث هو من 7 شهور تقريبا، نفس التعليقات. لكن طيب أنا النصيحة بقى مهمة جدا، مش أي تعليق سيء يبقى خلاص القرية كلها سيئة، ومش أي تعليق كويس يبقى خلاص القرية دي أو المكان ده كويس وخلاص أنا هكمل على كده وأروح على كده. لازم الواحد يكون ذكي ويقرأ كل التعليقات ويشوف، لأن ممكن واحد يبقى ليه غرض معين، ما انبسطش من حاجة، حصل له موقف وعايز يخبط في أي حاجة يعني، أو واحد مثلا يعرف الناس اللي هناك وبيكتب تعليق إيجابي عشان يظبطهم يعني. لكن لا، تقرا عدد التعليقات وتشوف في حاجات لو مكرره. يعني لو واحد مثلا هنا كان بيتكلم مكان سيء والميه بتقطع كتير، لو شفت الموضوع ده اتكرر مره واثنين وثلاثه، تبدا كده تاخد بالك ان لا، في مشكله في الحته دي. طيب دي ستيلا دي ميريا. انا هاخد اوبشن تاني، هكتب مثلا امواج الساحل الشمالي، هشوف هيودينا على فين. دي امواج، مش طبعا قريه كبيره جدا، عن جنبها بقى لوسيندا، هايسندا، وفي طبعا سيشيل، في جنبها بلومار سيدي عبد الرحمن برضو. طيب نرجع لورا كده ونشوف هي مكانها فين. امواج مكانها طبعا على البحر، هو المكان ده. ناخد العلامة هي، نشوف كلمة امواج مكتوبة، نعلم عليها اهوت، جاب لنا على الشمال هنا. طبعا بيقول لي برضو نفس الكلام، امواج واخدة تقييم 4.5 من 5 من 497 تعليق. فده انت كده شكل يعني هتوصل لنتيجة كبيرة جدا، تعرف كل حاجة عن المكان. بيقول لي ان هو هياخد 3 ساعات و5 دقايق من المكان اللي انا فيه. انا في الجيزة، فهو هياخد من الجيزة حوالي 3 ساعات. انا قريب من الطريق الصحراوي شوية، فالمكان قريب. طبعا في صور وفي فيديوهات، ناس منزلة فيديوهات كمان، صور للمكان كتير، هنشوفها برضو في الاخر هي موجودة. ننزل تحت هنلاقي بقى في شوية تفاصيل، بيقولك ان هي في الكيلو 133 الساحل الشمالي، وبعدين التقييم بتاعها هنا. هنفتح نقول عرض جميع المراجعات وننزل نشوف التقييمات عاملة ازاي. طبعا مدى الصلة بالموضوع هنختار اللي هي الأحدث، نختار أحدث تعليقات. طبعا من يومين حد كاتب اهوت رائع شيك البحر زحمة، ومد التقييم 5. اللي بعده مد التقييم 5 بالمكان هادي عظيم وتعامل راقي ومكان جميل. اللي بعده بيقول رائع من كل شيء ومش عارف ايه. ده شريك خاص في هذا المنتجع المرموق، ممكن ده تتواصل معاه وتبدأ تشوف لو هو بيأجر جامدة. رائع للغاية، مبالغ فيه. واحد مد التقييم 3 من 5، واحد مد التقييم 5 وبيشكر فيها. القرية حديثة الطراز. طبعا أمواج أنا عارفها كويس وحاجة على مستوى يعني. طيب لو رجعنا ورا وننزل تحت تاني كده نشوف الصور، نفتح الصور اهوت، نفتح الصور تاني، نفتح الصورة اهوت ونبدأ نقلب في الصور، نشوف المكان عامل ازاي. انت لازم تشوف المكان اللي انت رايحه، تشوف المراجعات وتقراها وتشوف ايه اللي يتناسب معاك. ممكن واحد يشتكي ان الشاطئ صخري، في واحد اصلا ما بيحبش ينزل الشاطئ اساسا. لو خدنا كده مجموعة صور، دي هو في حمامات سباحة كتير طبعا. امواج كنز والله في ايد اي حد فينا. طيب واحد قال لك مثلا فندق مكادي سان رايز مثلا، شركة سان رايز انا عارف شركة كويسة جدا، ونعمل سيرش. خدنا ودينا في حتة، نشيل الصورة كده. ده طبعا فندق انا فندق بحبه جدا، اسمه مكادي، سان رايز مكادي. فندق متنوع قوي وكبير، هو موجود اصغر كده واشوف هلاقيه ان هو جنوب مدينة الغردقة، يعني بعد الغردقة بحوالي نص ساعة. مكان في منطقة اسمها مكادي، ومكادي منطقة محترمة قوي، زي هي بعد سهل حشيش بشوية يعني. نيجي الفندق نشوف كمية حمامات السباحة اللي فيه، ملاعب زي ما احنا شايفين. الحتة دي كلها نشوف كده نقرب نلاقي هنا في علامات مطعم كمية، في حمام سباحة أولمبي واضح، في بحيرة كبيرة.
ندخل على نشوف التقييمات ونشوف الكلام بتاع الناس. واخد 4.9 فندق 5 نجوم من الجيزة، ياخد 5 ساعات ونص تقريبا. يعني نشوف الصور. ده شكل أوضة من الأوض، واضح إن عندهم تنوع كبير. المطعم كيدز كلاب. في عندنا ده في أكوا كمان. نظام الحمامات في أنواع غرف تانية. لاندسكيب رائع في الفندق ده. البحر بتاعه يعني متدرج وكويس قوي. الشط مش صخري قوي يعني. شوفوا شكل الشاطئ يا جماعة. كنز في ايدك تعرف بيه كل حاجة، تشوف المكان من قبل ما تروح. حتى في صور للبوفيه، يعني صور للمدخل، دي صور لللاندسكيب عامة، صور للفطار. يعني الناس هنا طبعا هتلاقي في ريفيوهات من الأجانب، بيقولك هنا متوسط اليوم 5000 تقريبا. دي تقريبا الغرفة المزدوجة. هنا طبعا هتلاقي جوجل مابس عاملة هتظهر لك الحاجات على قد ما الناس بتدي في المراجعات. هتدي لك هنا مثلا في نظرة عامة، بيقول لك المكان عامل ازاي، وبعد كده يقول لك مثلا على بوكينج انت ممكن تحجز ب 5800 جنيه. بس لما تدخل بقى هتعرف التفاصيل. 5000 دي اللي هي اوضه يعني اوضه دبل. ده سعر الفرد ولا سعر الاثنين وهكذا. مثلا لو ضغطنا على الاسعار اهوت هتلاقيها جايب لك مثلا من على بوكينج بقد كده، من على view.com. يعني طبعا اسعار متنوعة. يعني نرجع للدليل، هتلاقي برضو حاطط لك مكان وشوية صور في ناس حاطة تفاصيل، حتى صور للنظام الأكل فيه. نيجي على المراجعات. 4.9 من 29,000 تعليق. طبعا أجانب ومصريين هتلاقي معلقين كتير جدا. طيب نروح ناخد الأحدث. أنا دايما أحب أخد الأحدث عشان أشوف أحدث حاجة في المكان عاملة إزاي. طبعا ده حد تقريبا، ده أجنبي، روني جورب تقريبا. ده بيقول فندق مثالي والخدمة جيدة. طبعا فندق فيه إدارة كويسة ومحترمة، هتلاقيهم بيردوا. طبعا في إدارة بترد على الناس اهوت، بيردوا عليه. أنا الكلام ظاهر لي بالعربي هنا عشان أنا عامل الجوجل مابس بالعربي عندي. لا انا لو عاملها انجلش كان هيظهر لي النص الاصلي. انتوا شايفين مثلا روني رد عمل ريفيو، قال فندق مثالي وخدمه جيده جدا. النص الاصلي بالانجلش، ده التعليق بتاعه الحقيقي. انا عشان اعمل جوجل مابس عندي بالعربي، فهو بيظهر لي كل التعليقات بالعربي حتى لو اجانب اللي معلقين. خدمه ممتازه، جميع الاستاف ممتازين. ده كده تشوف الريفيوهات بأفضل فندق أفضل فندق. وبعدين من النظرة الأولى أنت خلاص لقيت الإدارة بترد. يعني في حد من الإدارة مخصوص قاعد يرد على الناس اللي عنده شكوى، اللي عنده رأي إيجابي، الكلام ده كله. أنا شايف التقييمات كلها 5. لو جالنا في النص مثلا تعليق واخد مثلا ريفيو 2/5 مثلا، نبدأ نشوف ممكن تكون دي حالة خاصة حصلت معاه. لكن في المجمل المكان محترم زي ما انتم شايفين. كل التعليقات انا اخترته كده. الفندق اعرفه كويس بس ايه، كنتش اعرف ان هو واخد الريت ده كله. اي مكان قبل ما تروحه انت ممكن تدخل تشوف الريفيوهات وتشوف الناس بتتكلم في ايه وايه المشاكل، وهل المكان المشاكل دي تمشي معاك ولا ما تمشيش معاك. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.